عزيزي المشاهد، ثبتت رؤية هلال شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات. الليلة نلتقي معكم مع ليلة الرؤية من داخل غرفة المراقبة الرئيسية بمبنى الإذاعة والتلفزيون، فكونوا معنا ومع هذه السهرة. كل عام وأنتم بخير. عزيزي المشاهد، كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت طيب بيقولها لك كل تجار اليميش، البلح، كل مستلزمات رمضان، قمر الدين والكركديه، وكل اللي بناخده على الفطار وبعد الفطار. تعالى معانا في ليلة الرؤية نقول لك كل سنة وأنت طيب مع كل اللي هتاكله في شهر رمضان. أنت أولا بتشتغلي هنا؟ لا، جايه اشتري. جاية تشتري. المفروض بقى إن أنتوا في ليلة الرؤية بقى بتنقعي بقى البلح والعرق سوس ولا بتاخد وقت قبلها؟ لا طبعا ليلتها، وممكن الصبح، يعني ممكن يعني الصبح قبل ما انزل شغلي مثلا بعمل الحاجات دي. احسن وصفه بقى لنقع البلح علشان يبقى طري بيحصل فيها ايه؟ هو في اللبن طبعا، يعني بيتحط في لبن قبليها مثلا الصبح مثلا. اللبن مغلي ولا ساقع؟ لا بيبقى مغلي ويبرد يتنقع فيه البلح. كل سنه وانت طيبه. طيب، كل سنه وانت طيبه. طيبه. قولي لي بقى، الاقبال عليكي النهارده في ليله الرؤيه بيبقى الناس كلها بتنزل تشتري في اما بيعرفوا بكره رمضان؟ طبعا ليله الرؤيه بتبقى فيه اقبال جامد عن دلوقتي كمان. انتوا بتزودوا العماله في ليله الرؤيه؟ زحمه، في زحمه اكتر كمان في ليله الرؤيه. انتوا بتزودوا العماله في ليله الرؤيه؟ طبعا بيبقى كتير عن كده، يعني بيبقى الضعف على طول. بدل ما يبقى عندنا مثلا 6 عماله بيبقى 12 عماله، لان بيبقى في زحمه جامده او ما بنقدرش يعني لوحدنا، لازم نزود العماله ساعة ما ليله الرؤيه بالذات، يعني لان يبقى الضغط جامد علينا. قولي لي بقى المنتجات اللي موجوده عندك. مشمشيه، زبيب، بندق، تين، عين جمل، تين بندق مقشر، قمر الدين، كركديه، تمر هندي. طيب يعني هل ايه الاقبال في الاشياء دي على ايه؟ هل على الزبيب اكتر، مشمشيه؟ الزبيب والمشمشيه والقراصيه والبلح اكتر طبعا. انت بتحبي ايه؟ انا بحب كله، لان يعني احب البلح باللبن مع القراصيه مع المشمشيه مع جوز هند مع المكسرات كمان بقى. كفايه كده. طب قولي بقى، انت هنا واقف على الميزان؟ طيب هنا مثلا بتوزن هنا ده بالكيلو؟ ده في وفي بالربع، في بالنص، وفي مكيس كده بتيجي جاهزه. يعني بيبقى متكيس، بتقولوا عليه متكيس يعني بالكيس كده؟ ده ثمنه كام مثلا؟ ده 10 جنيه بس. اعزائي المشاهدين، وزي ما انتم شايفين ده منظر الجمله الخاص بالبلح اللي بيأكد على خير بلدنا وزراعه بلدنا حتى في شهر رمضان. انتهزنا الفرصه دي وبنقابل اولا انت مزارع. سالم علي احمد، مزارع وتاجر في نفس الوقت، بشتري من المزارعين البلح. انت عايش في اسوان؟ في اسوان. ايه المنطقه المشهوره في اسوان اللي فيها، ولا كل اسوان فيها البلح حلو، ولا في منطقه معينه؟ بالنسبه لاسوان كلها بلح جوده عالي، واحسن بلح فيها المنصوري، كرم الديب وبنبان، فيها بلح نظيف، السكوتي والقنديله والبرتموده بلح عالي جدا. ومن امتى بتبداوا تجمعوا البلح بقى؟ بنقطع في اول 10 نبدي فيه نجمع المحصول، بعد كده نجمعه ونحطه في الرمله ننقيه وننشره. بعد ما ننشره طبعا نجيبه صيبه فوق بعضيها، العينات فوق العينات، والسكوتي فوق السكوتي، والبرتمودي فوق البرتموده، والقنديله فوق القنديله. بعد كده طبعا بننقيه نقاوه دقي، فبنطلع على الجمعيه الزراعيه نبخره ونعبي في الاشوله ونعبيه. وتحاولوا تيجوا هنا بقى قبل شهر رمضان؟ نيجي اول شعبان نبتدي نجيب عند المعلم عزت عزيز وعادل عزيز والمعلم نعيم، وطبعا بنجيب العربيات وهم بيبيعوا لنا بما يرضي الله. وتجيبوا بضاعتكم وتقيموا كم يوم بقى هنا مع البلح؟ نقيم عند في المعلم عزت عزيز، عامل لنا هنا بكال للنوم فوق واستراحه للنوم لحد ما البلح بتاعكم يتباع. استراحه للنوم لغايه البلح ما يتباع، وناخد كشوفنا وناخد فلوسنا وتمام كل شيء ومرتاحين خالص. ما شاء الله، ده ينفع قصه فيلم. اولا حضرتك بقى المسؤول عن كل التجار اللي بيجوا يوردوا لحضرتك، مظبوط؟ عزت عزيز معوض، عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه ورئيس رابطه البلح بالساحل. كل التجار بيجوا يوردوا عند حضرتك هنا؟ طبعا 90% من محافظه اسوان وهنا بيجوا لي هنا بيع البلح بالعموله. فقط من محافظه اسوان ولا في محافظات اخرى؟ محافظه اسوان وهنا المحافظتين. ده تخصصك هنا يعني؟ تخصصي بالبلح بالذات محافظه اسوان وهنا.
يعني في شوال مثلا ممكن يكون البلح اللي فيه مش جيد، في شوال يكون البلح احسن، فالثمن هنا بيبقى تبع جودة البلح. طبعا كل بلحاوه ليها جوده وليها سعر. طبعا اعزائي المشاهدين، عيون ليلى علوي ده مش عنوان فيلم جديد لليلى علوي، لكن ده منتج من منتجات شهر رمضان، حبوا يسموا البلح باسم ليلى علوي علشان يبقى فيه اقبال اكتر. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا مدام. انت خلاص استعديت بكره رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وما شاء الله الاقبال عليك مصر كله بخير وسلامه. اخبار البلح ايه السنه دي؟ البلح السنه دي بسم الله ما شاء الله نازل بتقله، وطول ما السلعه كتيره رخيصه في السوق. ايه اكتر المحافظات اللي بيوصل لنا البلح منها؟ الوجه القبلي كله من اسوان والسودان، اسنا، وانت جاي كده لحد قبل المنيا سوهاج. عندنا في القاهره في برضو بلح كتير زي ما موجود في الصعيد؟ لا طبعا حضرتك، عشان هم اساتذه البلح هم اللي بينشفوه. ده بلح ابريمي. ده بلح ابريمي. ده بيتنشف. طب ده بلح ايه ده؟ ده بلح جنديله. دي جنديله اسمه بنديره؟ جنديله. ايه الفرق بقى بين ده وبين ده؟ الجنديله دي كلها لحم، بلحه صغيره كلها لحم. ودي بلحه عينات شاميه بيضه سكريه. طب يعني ده ينفع الناس تحطه في اللبن او ياكلوه؟ ده بلل اللبن. والجنديله دي بلل اللبن برضه. وعندي حاجه للاكل برضه. وعنايات ده ايه لمسه؟ عينات. العينات انا افتكرته عنايات. العينات. الاسماء اللي انتوا حاطينها دي عيون ليلى علوي. ده والله مين اللي سماها عيون ليلى علوي؟ هي لولا فنانه يعني شهيره ومحبوبه، لولا ما احنا نسمي عيون ليلى علوي وكل الجمهور يجي يسال على عيون ليلى علوي عشان بيحبوا ليلى علوي. مساء الخير، حضرتك تقرب لنا شويه؟ صح. اولا كل سنه وانت طيب. حضرتك بخير. صح. انا شايفه عندك كمان زبيب وعين جمل وقراصيا ده ايه ده؟ ده عرقسوس. ده العرقسوس. ايوه. طلبات اكتر في ايه يعني في رمضان؟ هل كله نقول الناس بتطلب نفس الحاجات ولا في حاجات عليها اقبال اكتر من التاني؟ حسب الدخل يعني بتاع كل واحد. هو طبعا البلح ملك اليميش كله واكتر حاجه وفي متناول الايدين وفي كذا مستوى. يعني هو البلح نمره واحد طبعا، بيخش بعديه الزبيب والقمر الدين والتين على طول. بعد كده بتاخد مرحله ثانيه القراصيه والمشمشيه والوشنه، وبعد كده بيخش بقى المكسرات المرحله الاخيره على بقى المقتدرين الفز والبندق واللوز وعين الجمل والكاشو. طب قول لي الناس مثلا لما بيعرفوا ان بكره رمضان بيزيد عليك الاقبال ساعتها؟ طبعا. يعني بيستنوا للحظه الاخيره برضه؟ هي طبعا ليها بهجه طبعا. ساعه دخول رمضان بقى كل واحد بيخش بيته في اللحظه المناسبه، طبعا بتبقى بهجتها اكتر ما يجيب من بدري شويه يعني. مساء الخير. مساء النور. كل سنه وانتم طيبين. مين اللي بيشتري الفانوس؟ يعني انا وماما. انت بتشتري الفانوس؟ تعالى هنا، تعالى كلمني. اسمك ايه؟ محمد. محمد عندك كم سنه؟ 6. انت عارف الناس لما بيشتروا الفانوس في رمضان بيغنوا له يقولوا ايه؟ لا ما اعرفش. مش حافظ اغنيه فانوس رمضان؟ نشوف الاكبر منك فاكر ولا لا. انت اسمك ايه؟ اسمه احمد. كل سنه وانت طيب يا احمد. دايما الاطفال في رمضان بيغنوا اغنيه كده بالفانوس. فاكرها؟ مش قوي. طب ايه بتقول ايه شويه كده منها؟ مش فاكرها قوي صراحه. طب قول كده. مش فاكرها. ولا اختك فاكراها؟ يعني هي في اغاني كتير قوي بتبقى رمضان، بس يعني اكتريتها بيقولوها الاطفال الصغيرين، بس هي عامه عندنا في الحلميه ما بيبقاش رمضان يعني في الاحياء زي الاحياء الشعبيه. يعني بيبتدي نسبه رمضان تقل شويه عن المناطق اللي هي الشعبيه. بس انت مش فاكر الاغنيه؟ او ممكن يكون فاكرها الصغير. ولا حماده مش فاكرها؟ رمضان جانا. طيب ايه بقى اللي بيعجبك بقى، الفانوس الكبير ولا الصغير؟ انهي حاجه؟ لا الصغير على قدك يعني زي ده كده؟ يعني تدونا فانوس صغير؟ ده يعجبك ده؟ انا عايزه اسالك حاجه، الفانوس ده بقى ثمنه كام؟ 2 جنيه. ثمنه 2 جنيه. ده بيتصنع هنا عندك؟ ده بيتصنع في مصر عادي. بيتصنع في مصر. بيتصنع هنا. بيتصنع هنا؟ بيتصنع هنا. يعني انتوا بتصنعوه بنفسيكم؟ بنصنعه بنفسينا. شكل الفانوس اتغير كتير عن زمان يعني. انا عايزه تشاور لنا تجيب لنا فانوس من القدام اللي هو الشكل القديم خالص. تالي هو ده؟ لا ده القديم. ده الشكل القديم خالص. ده نمرة 4 اسمه. نمرة 4 ده اللي كان بتخش له الشمعة من تحت. الشمعة. الشكل ده ما بقاش فيه اقبال عليه؟ لا في اجبار عليه. ده بكام الشكل القديم؟ ده بنص جنيه. بنص جنيه. والكبير قوي بقى اكبر فانوس عندك؟ الكبير قوي ده
70 جنيه. ده ب 70 جنيه. ده اكبر فانوس. هل في اقبال على الفوانيس الضخمه دي؟ طبعا المحلات. لكن في مثلا حد في البيت بيحب يشتري فانوس كبير كده؟ ممكن تتحط على جنب في طرقه بتاع زي قطع الديكور. اللي هو المقاسات الصغيره دي. من امتى بتبتدوا تعدوا الفانوس رمضان؟ يعني مثلا شهر قبلها؟ لا، من بعد رمضان. من بعد رمضان تبدا تشوف انت هتحتاج فوانيس. تخزنوها ازاي وفين بقى؟ بتحطوا اغلفه كتير ليه؟ مخازن خاصه ليه؟ ده بيعتبر الموسم بتاعكم هنا في المنطقه؟ الموسم رجب وشعبان. الناس بتقبل عليكم ليله الرؤيه لما بيعرفوا رمضان بكره بينزلوا يشتروا فوانيس ولا قبلها؟ شعبان. من رجب وشعبان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب. انت بالصحه والسلامه. انت لسه شغال في الفوانيس ها؟ لا انا بقالي كتير. بقالك قد ايه مثلا؟ شهرين شغال؟ لا انا بقالي اكتر من اول شعبان. من اول شعبان. اول شعبان. طيب ورينا كده، وري الكاميرا انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ده بقى دلوقتي احنا بنجيب مثلا زي ازازه زي ديت. ايوه. الفانوس ده بنجيب مثلا الازازه بنعملها كده اهوت، وبعدين اذا كانت مثلا فيها اي لحام بنعملها بس عشان المكوه بارده. ايوه. نعملها لك اهوت احسن عشان على طبيعته. نفك عايزه اقول في الاجيال الجديده برضو بتشتغل فيها؟ طبعا. انت وارثها عن حد؟ يعني اساس لا مؤاخذه والدي بتاع ازاز لا مؤاخذه بتاع فوانيس اساسي، وبعدين يعني كل سنه بتتطور اكتر. يعني نقول الاجيال الجديده اولادك او كده ممكن يشتغلوا في نفس المهنه؟ طبعا انا اتمنى اولادي يطلعوا برضه في نفس المهنه برضه. يعني في من الشباب بيتعلموا منك الصنعه؟ طبعا. وبيعرفوا يقفلوا الفانوس اصل هو تقفيل الفانوس كله بيدل على الايه؟ على خفيه الايد. يعني عشان الايد الواحد تكون خفيفه ومتعود عليها ما يتعبش. هل في جاليات عربيه بتيجي تشتري الفوانيس بقى من مصر مخصوص؟ طبعا. يعني مش موجود الشكل ده في اي حته ثانيه. اكترية الشغل هو بيروح السعوديه ويروح الكويت والبحرين. يعني تبقى سعيد ان الصنعه المصريه كده نادره مش موجوده بره؟ طبعا ببقى اخر انبساط طبعا. بقالك كام سنه بتشتغل في المهنه دي؟ بقالي اكتر من 20 سنه وزياده. ما شاء الله. يعني الحمد لله الفوانيس كلها بجمعها كلها من جميع تشكيلاتها كلها. بتعمل بقى لاولادك فوانيس مخصوص ولا فوانيس العاديه الموجوده؟ لا هو الفانوس اللي هو متعودين عليه اللي هو اهو اللي هو اسمه ده فاروق، وعندك مثلا عبد العزيز اللي هو الفاروق ده فاروق يعني من ايام الملك فاروق. وده بقى عباره عن ميداليه مفاتيح فانوس. دي عباره دي ميداليه وعندنا منها برضه يعني في العربيه. عندنا منها بتحط في عربيه، بتحط مثلا في نيش حاجه بيجوا ياخدوه يعني زي تحفه يعني. الناس بتقبل عليكم اكتر في ليله الرؤيه؟ طبعا احنا لسه نازل شغل من المخازن. الشغل ده كله خلاص متباع؟ كله دوت الحمد لله متباع، وكل الشغل ده كله احنا جايبينه بالذات على اساس ليله الرؤيه بالذات. يعني ليله الرؤيه بالذات بنبقى عاملين حساب اليوم ده بالذات ان الناس هتيجي كلها وتشتري وتاكل. بنبقى عاملين مخازن مخصوص على اساس انت عارف ليله الرؤيه ما بيبقاش قادرين ناكل لقمه حتى. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه. الاقبال بيبقى زياده اكتر في ليله الرؤيه، يعني الناس لما بتعرف ان رمضان بكره بيجوا يشتروا اكتر من الايام اللي قبل رمضان. طبعا كل يوم بيزيد. اخر يعني ليله الرؤيه دي بتبقى الذروه يعني. الذروه. طيب يعني عايزه اقول ايه الاقبال اكتر على البلح ولا كله بيتساوى او كل واحد بيختلف؟ الاقبال على كل حاجه. لانها عادات يعني متاصله في الشعب المصري يعني. هل الانواع السنه دي انا شايفاها بوفره واكتر جدا والاسعار كويسه جدا؟ يعني هل في ناس كمان كتير قوي بيحبوا يشتروا الحاجات دي كانوا من خارج مصر من بره؟ لا تاني دلوقتي بقى كل حاجه موجوده عندنا في مصر. لا دلوقتي الحاجات دي خلاص، دلوقتي كل حاجه موجوده وهنا ارخص ونقدر نقول طازه اكتر، يعني مش متقفله بقى لها مثلا وقت طويل. طازه اول باول وموجوده باستمرار يعني، واسعارها كويسه جدا. لان طبيعه الارباح هنا قليله مش زي بره بيكسبوا كتير. وعلى بال ما يشيلها ووزن وجمرك. لا كويس. والجمارك كمان السنه دي خفضت عملت يعني برضه عملت فرق في الاسعار. طب هقرب شويه بس من الجمهور كده بعد اذنك. كل سنه وانت طيب. وانت حضرتك طيبه. بتشتري بقى نقول متطلبات رمضان؟ البلح والقمر الدين
والاغاصيا واليميش يعني. هل بتشتري للشهر كله ولا مثلا لاول 15 يوم وبعدين بتجدد؟ لا اكيد للشهر كله يعني، للاسره كلها يعني.